السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بنات لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ صحتكم مزيانة ان شاء الله؟ يا ربي تكونوا في تمام الصحة والعافية ان شاء الله. اليوم فيديو جديد وموضوع جديد، وقبل ما نطرقوا الموضوع ديالنا فهنا غادا نجاوب واحد الاخت اللي مخلي لي واحد الكومونتير ديالها وكتبان شويه بحال يعني مهم من خلال التعليق ديالها، يعني كتحسي بها واحد الانسان اللي شويه بحال معصبه بحال شي حاجه. المهم علينا حبيبتي انا غادا نجاوبك بعدا على داكشي اللي بغيتي. بالنسبه حبيبتي للثوب المشبك، هذاك ماشي ثوب مشبك، هذاك نيت كروشي وكيتباع نيت بالرولو بحال شكل التواب صافي. بالنسبه للبلاصه اختي الا كنتي في كازا راكي عارفه الاماكن ديال الثوب، غادا تمشي غادا تلقايه. بالنسبه حبيبتي للثمن كيدير 80 درهم للمتر. ان شاء الله نكون عطيتكم المعلومات الكافيه عليه. وهذا ما كان دابا ان شاء الله نطرقوا الموضوع ديالنا بخصوص الكومونتير ديال السيده اللي كنت جاوبتها وقلت لها دابا الفيديو طويل حتى نعاود ندير فيديو جديد ونوضح فيه كل شيء، بانها هي الحمد لله عندها الكليان ديالها وكتخدم في الدار، لكن بحال برطوها الكليان وباغا بحال تهنى منهم او تحبس منهم وتبقى تخدم غير في الاونلاين. وجاوني بزاف ديال لي كومونتير بهذا الخصوص، يعني كلهم عياو من الكليان، سواء اللي عندهم محل سواء اللي خدامين في الدار. شوف الحمد لله، يعني الانسان عنده كليان يحمد الله ويشكره، لان الكليان بيدو راه رزق. يعني فقط تعرفي كيفاش تعاملي معاه في المعامله. يعني راه الكليان فعلا كيعصب، ماشي ما كيعصبش، ولكن راه هذه هي الطبيعه ديال الخدمه. راه اي خدمه عندها اكراهات، والعالم كامل كيخدم مع الكليان، سواء في يعني في البيع والشراء، سواء في الصنعه، سواء في كل شيء. وكل كليان سبحان الله العظيم كيف داير. فقط حنا كنحاولوا اننا نتماشاو مع كل كليان، كنعطوه خاطرو. كل كليان مختلف، كانوا شي حالات اللي كتكون استثنائيه، شي واحد يعني اللي كيدخل معك في شي حوايج اللي ماشي من حقه مثلا، او لا هو كيبغي مثلا يقهرك، ولا كيبغي مثلا يستغلك، او لا مثلا كيبغي انه ينقص منك. فهذاك عندك الحق انك ما عندك ما ديري به، لا هو لا فلوسه، يمشي في حالاته. انا متفقه معكم في هذه القضيه. لكن انسان عادي جاي تخيط عندك ولا باغا منك واحد الموديل، غادا تبرزتك بالاسئله اللي انا بغيتها كيجيني، بغيتو يجيني بحال هكا. يعني واحد الشروط ديالها كتكون هي باغاهم في داك الموديل، هي متخيله داك الموديل كيف ما شافت هذيك الصوره، ولا كيف ما متخيله هي في العقل ديالها. فانت ما عليك الا يعني تحطي لي هذاك الشيء اللي بغات. وبطبيعه الحال كيكون واحد الثمن اللي حتى انت راضيه عليه. هي من حقك تشرط عليه، وانت من حقك ديري الثمن اللي مسلكك، حيت انت اللي غادا تخدمي، وانت اللي بحال كتقولي ليها بحال هكا صافي كوني هانيه، انا داكشي اللي بغيتي ان شاء الله غادا نحطو لك. وكتفقي تي وياها على واحد الثمن. بطبيعه الحال انت اللي كتحددي الثمن، ماشي هي اللي ماشي هي على هواها تقول لك لا نقصي لي. لا، الا كنتي قادره انك تنقصي ما فيها باس. ما كنتي يعني دايره معاها من الاخر تمالي مزيان، وانت عارفه بانك متاكده في راسك 100% انك غادا تحطي ليها نفس الموديل ولا فينيسيو اللي كتقلب عليها، فماشي من حقها نهائيا تدخل لك في الثمن ديالك. عجبها تخيط مرحبا، ما عجبهاش مرحبا، عطا الله الخياطين. هادشي اللي كاين. لكن الوحده فينا ماشي حتى لهاد الدرجه انها مثلا تكعمل الكليان ولا يطلع عليها الدم. لا بالعكس، راه الكليان راه رزق البنات. اي وحده عندها كليانه فتحاول انها تحافظ عليهم، بالاخص الا كانوا كليانات زوينين وكيتعاملوا ويعني مولفين انك ما كيقدروش نهائيا يفوتوك. راه رزق هذاك، فهمتوا البنات؟ يعني ماشي نقول انا صافي طلع ليا سواء كتبيعي وتشري سواء عندك محل نيت وفيه نيت كتبيعي وتشري، لا انا طلع ليا الدم من الكليان ضروني في راسي هذه لا. المشكل فيك، خاصك انت تعرفي كيفاش تعاملي. كيف ما قلت لك انت اللي خاصك كيفاش تعاملي. بالعكس حافظي على الكليان اللي عندك، طوري من راسك وعودي خدمي حتى على الاولين. كيفاش دايرين بزاف ديال الناس، وماشي غير في الخياطه، دايرينها الناس في اللي كيبيعوا الاحذيه، دايرينها الناس اللي كيخدموا في السيكان، عندهم بوتيكات واعرين وكيخلصوا الزبابل ديال الكركي. اللي شاري محل ديالو خاسر عليه غير الاصلاح، راه ضحكه ديال الفلوس اللي خاسرين عليه. وكيخدموا بالاونلاين وكيديروا حتى هما لا ليفريزو. علاش؟ حيت الوقت تبدلات، فهمتي؟ وهادوك دابا اللي عندهم المحلات ولا اللي كيخدموا دابا كنشوفوهم الصفحات ديالهم طالعه، راه عندهم كليان كيجي لعندهم حتى المحل، ضروري عندهم كليان. وهادشي ديال السوشيال ميديا كيعاونهم حتى على كليان وحدين اخرين في نفس المدينه ديالهم او في نفس الحي ديالهم
يجيو لعندهم. يعني حنا خصنا نقلبوا على الحاجه اللي تزيد تطور منا وتزيد تطور من المشروع ديالنا وتزيد بينا للقدام. ماشي حيت انا الكليان برزطوني لا خصني نحذف معاهم السلام عليكم ساليت معاكم ونمشي نقلب لنا الاونلاين هو اللي خدام. لا، نكون معكم واقعيه، راه كاين ما احسن من الواقع. شير اللهم تخدمي مع الكليان في يعني حداك، كتجي عندك وتقيس وتشوفيها وكل شيء، سواء كتبيعي وتشري معاها سواء كتخيطي لها حسب الطلب، راه احسن من الاونلاين. لان كيكونوا مشاكل، كاينين مشاكل كثيره وعديده. ان شاء الله الى قدرت انني نطرق لكم ليها في هذا الفيديو فراه ما عنديش مشكل. غادي تقولوا لي لا انت كتخدمي في الاونلاين مابقاوش كيجيو عندك الكليان. فعلا انا كنخدم في الاونلاين. علاش؟ خاصكم تعرفوا دابا حنا كنخدموا على حساب الظروف ديالنا. انا ما عنديش محل. ثاني حاجه كنت خدامه نيت في الدار وكيجيو عندي الكليان. ياك هذوك الكليان كنت انا اللي قلبت عليهم، انا اللي ربيتهم وولفتهم ولاو كيجوا عندي من الفيسبوك، من البلاصه اللي انا سكنت فيها. كندخل كنبارطاجي الخدمه ديالي من داك البوست. كتقدر تدخل عندي بزاف ديال الناس، ولكن كتقدر تشد وحده ولا جوج هما اللي كيجيو لعندي كيخيطوا عندي. ماشي مشكل، الحمد لله خدمت معاهم، ماشي ما خدمتش معاهم. لكن ماشي داك الكم الهائل اللي مثلا غادي يزيد يحسن من الوضعيه ديالي، او لا ماشي خدمت مع داك الكليان مثلا اللي غادي نعول عليه. مثلا خصني ديما ما نكونش مانيش خدامه، خصني فهمتوا يعني ماشي داك الكليان اللي دائما انا عندي مدخول مثلا، او ديما خصني نخدم، فهمتوا. فبذلك كان جات واحد الظرفيه لان مستحيل اي وحده تجي عندي. واحد الوقيته كان ما خاص يجي عندي حتى شي حد، ولكن انا خصني نخدم، انا محتاجه للخدمه. يعني خصني نقلب على حل راسي. بما انه انا الحمد لله عندي صفحاتي، عندي الحمد لله صفحاتي فيهم لي زابوني، فيهم داكشي اللي كندير، فيهم كنصور داكشي دائما، انا كنصور داكشي اللي كنحط. فطبيعه الحال يعني الحمد لله عندي واحد كيف ما كنقولوا واحد باسيس امل انني نخدم في الاونلاين مزيان. فهمتوا البنات؟ داكشي باش انني صافي مشيت في البيع. يعني كناخذ توب كنمشي كنخسر واحد شويه ديال الفلوس، كنخسر واحد الوقت، وكنتوكل على الله قبل ما نمشي وشوف يا ربي واش يتيسر ولا ما يتيسروش. واحد النقطه مهمه هو انك ما كانوش كيبقاو فيا دوك الفلوس، لان بزاف الحاجات كدرتهم ما كيتباعوش لك. يعني هذاك موضوع اخر بوحديتو. علاش كنقول لكم راه هادشي كيبغي الصبر وكيبغي واحد النفس عميق. وهذيك الفلوس اللي كتمشي تجمعيها وكتمشي تانفيسيها في التوب وشوف يا ربي واش يتباع ولا ما يتباعش، فخاصك ما يكونش عندك القلب نهائيا على الفلوس، وما تكونش عندك واحد العقليه ديال انك لا ولا ما تباعوش شنو ندير بهم. فهمتوا؟ يعني خاصك تكوني دوك الفلوس ديريهم بحال ما كاينينش، طلقيهم في يد الله وتوكلي على الله. المهم راه غيتباعوا، ولكن ما غيتباعوش في داك الوقت اللي بغيتي نتيا. انت مثلا خاسره واحد 2000 درهم ولا غير واحد 1500 ودرتي بها واحد المجموعه ديال الموديلات، او لا موديل واحد خدمتي في لي طاي ولا خدمتي في الوينات، ايوا ما تباعش وانت واقفه على ديك 1500، خصك ترجعي الربح ديالها. ايوا هنا فين غطيحي في الاحباط وغتقولي ولا وانا ما عندي الزر، وانا كلشي داير العبايات ولا كلشي داير الجلالب كيبيع فيهم. فهمتي؟ يعني هنا غطيحي في واحد الاحباط وتقدري اصلا ما تبقيش تعاودي تنوضي تجربي مره اخرى عاوتاني تشوفي واش تصدق ولا ما تصدقش. يعني كيف ما كيقولوا خص تكون عندك حب المغامره، او لا تكون عندك واحد العقليه، يعني تكون عندك بحال العقليه ديال الاستثمار، انك عندك طموح باغا توصلي باغا. فهمتوا؟ يعني ما ديريش بهذا المعنى كيف ما قلت لكم في الاول، ما تكونش عزيز عليك الفلوس بزاف لدرجه انك ملي تخسري في اول تجربه درتي ولا في اول خطوه غادا تبداي ما يجيكش اكتئاب ولا احباط ولا هادشي اللي بتوصل لكم البنات. حيت ضروري الخساره، ما كاينش شي واحد البنات كيربح من الاول، مستحيل. الناس الواعرين وما ربحوش من الاول، راه طاحوا ناضوا كاين بزاف طاحوا عشرات المرات. ولكن دائما من هذوك الطيحات اللي كيطيح الواحد فالانسان راه كيتعلم وكيكتسب بزاف ديال المهارات. يعني ما حدنا حنا كان غاديين في الدنيا وحنا كنتعلموا. وواحد القضيه لاي وحده البنات، اي وحده مثلا سواء كنتي تخدمي في الدار ولا عندك محل وباغا تحسني من الوضع ديالك، اولا باغا تزيدي تطوري المشروع ديالك كخياطه، فنهار اللي تفكري انك ديري مثلا البيع ديال البيجامات ولا ديال الجليلبات ولا قفيطنات، المهم اي تخصص عندك
فنصيحه انك عندك مثلا واحد راس المال ماشي تخسريه كامل. راه ماشي الناس اللي المهم نهضر لكم انا على راسي، راه ماشي عارفين تبداي بمليون ولا بجوج ولا حتى ب 3000 درهم ولا حتى ب 4000 درهم. لا، انتي كتجربه سيري ديري انتي غير 500 درهم وخودي انتي غير توب واحد كاع، انتي خودي غير توب واحد غير ب 200 درهم تقدري تجربي، غير ب 200 درهم تقدري تجربي. خيطيه لراسك انتي في النيه ديالك ماشي باش تبيعيه. ديري انا هاد الموديل غنديرو راسي ونخيط موديل زوين وهذا ونمشي نصورو زوين، نصورو في بلاصه زوينه، يكون عندي تليفون كيوضح، تكون الجوده ديال التصوير ديالو زوينه، على الاقل يبين لك غير اللون حقيقي والموديل زوين، فهمتوا لي ديتاي ديالو. ما تكونش شي كاميرا مضببه، صوري في واحد المكان زوين في الزنقه، في شي جرده في الزنقه، في شي بلاصه، في شي صالون ديالك، في شي كوان عندك في الدار زوين. صافي غادا تصايبي كيف ما قلت لك لي باج ديالك انستغرام تيك توك، غتبقاي دائما تبوستي دائما. سوا كيف ما قلت لك موديل ديالك مخيطه ليك موديل ولا جوج اختاريهم وخيطيهم وغادي تشوفي بطبيعه الحال ما غادي يكون عندك لا تفاعل ولا حتى شي حاجه في الاول، ولكن غتصبري لان حتى شي حاجه ما كتكون سهله في الاول. وكذلك غادي تستغلي حتى الكليان اللي مزعفينك وطلعوا لك الدم، هذوك الكليان غادي تحوليهم للصالح ديالك في هادشي. اي موديل جابتو ليك كليانه خيطي وصوريه كيف ما قلت لك بطريقه زوينه. مره صوريه واجد، بعد المرات بداي معاهم من الفصال حتى النهايه. حاولي انك تهضري على المنتوج ديالك، بيني الخدمه ديالك، ودائما دائما دائما انا متاكده غادي يجي النهار اللي غيطلع لك الكونت ديالك، وهذيك الساعه يقدروا يوليو يدخلوا عندك ناس باغين طلبيات. هادشي دائما الا استمريتي في النشر وكتهضري على المنتوج ديالك، وهذا الشيء بالاخص الا كانت الخدمه ديالك زوينه كيف ما قلت لك، الا كان التصوير واضح فكيبين لا فينيسيو ديالك، يعني كتشوفيها لا فينيسيو الناس ملي كيدخلوا للصفحه كتشوفيها، والخدمه ديالك انت ماشي موديلات هزاهم من لي باج اخرين حاطاهم. فكوني اكيده غادي يدخلوا عندك ناس غيطلبوا منك، يعني كليان جداد من مدن مختلفه غيطلبوا منك اي موديل كنتي قادره انك تخدمي. فبطبيعه الحال ملي غتهضري معاها غادي تقول لها ايه، غتفهم معاها على الثمن، غادي تكوني يعني حاسبه المصاريف ديالك. هذا غتقول الاولى تقول لها صبري حتى نحسب عادي، وغادي تمشي غتكلفي لها بالثوب، غتصيفط لك القياسات. احسن طريقه هي انها تعطيك القياسات ديالها، تكون هي ديجا واخداهم من عند شي خياط عابر ليها، ولا هي غادي تكون عارفه الطايه ديالها، غتقول لك كنلبس الال ولا الاكس ال، وانت غتمشي تخدمي ليها بالطايه ديالها. هادشي اللي كاين البنات، يعني داكشي ساهل من بعد ساهل عادي. والحوايج الاخرين ما حدك كيف ما قلت لك، ما حدك انت كتخدمي وانت كتكتشفي وانت كتعلمي، وهذا هو اللي كاين البنات. يعني هانتي خدامه مع الكليان اللي حداك، وفي نفس الوقت قدرتي انك تجبدي كليان جداد من مدن اللي مختلفه. وهنا ثاني غتمشي المرحله ديال لا ليفريزو، كيفاش غادا تصيفطي. المهم بشويه بشويه غتعلمي، من تما تقدري تبداي كيف ما قلت لك بسميتو، تقدري تجيبي واحد شويه ديال الثوب يعني غير بالميتروات وتخيطي واحد 6 ديال البياسات ولا سميتو وتعرضيهم، فما فيها باس. او لا موديلات اللي مختلفه، وهكذا كتكون البدايه. وما حدك كيف ما قلت لك انت، يعني ما حدك انت كتجربي يعني يعني التعامل مع الناس البعاد، كتعلمي بزاف ديال الحوايج، كيبداو يبانوا لك مشاكل كتعلمي عاوتاني. المهم هادشي اللي كاين بزاف ديال الحويجات، وكتمشي بطبيعه الحال كتدخلي كتستافدي. دابا تبارك الله المعلومه راه موجوده، يعني كتقدري تانسبيراي من بزاف ديال لي باج اللي قبل منك، كتقدري تسمعي الناس كيعاودوا على قصص ديالهم وكيفاش بداو وكيوروك يعني معلومات كيفاش تقدري تخدمي. المهم عطا الله يعني الانسان من يستافد. واهم حاجه بنات من هادشي كامل هي اي وحده عندها شي حرفه فحمدي الله وشكريه، لان شحال من وحده باغا تتعلم وما قدراتش ولا. مهم حيت بزاف ديال الاخوات اللي كيدخلوا عندي كيقولوا حنا تعلمنا وعندنا الماكينه لكن ما كنخدموش، ما عندناش الكليان، وحتى عكيت لدرجه انني ما بقيتش كنقدر كاع، ما بقيتش بحال تلفات عليها الصنعه. فعلاش اختي مضيعه عام ولا عامين من عمرك باش مشيتي كتعلمي وخايده ماكينه القليله غتكون دايره واحد 2000 ولا 2500 درهم حاطاها، يعني غير كون حتى الزيت موحاش كتزيتيها غير باش ما تكولاش من الميكانيك ديالها. علاش اختي؟ علاش؟
فخدموا راه اي ريال كنقدروا اننا ندخلوه من هاد الصنعه، والا راه كنقدروا نعاونوا به راسنا، نسدوا به الحاجيات ديالنا، كنعاونوا وليداتنا. راكم عارفين دابا الوقت كيفاش داير، الوقت صعاب، المدارس غاليين، المصاريف غاليين. فماشي عيب اي سيده انها كتكسب واحد الحرفه، فعلاش ما تستغلهاش، ويعني تستغلها في الصالح ديالها، وبطبيعه الحال داكشي راه غادي يعود عليها بالنفع في المستقبل. وهنا يا البنات وصلنا للنهايه ديال لا فيديو ديالنا. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم ويكون شيق ومفيد بالنسبه لي. وما كنبغيش نقولها صراحه الله، البنات اللي لايك نازلين بزاف، يعني التفاعل في القناه نزل بزاف، الا فعلا كتشوفوها كتستحق لي لايك ما غاداش نتخلص عليه، وانما كيرفع من الانتشار ديال لا فيديو ديالي باش بنات اخرين يستافدوا. واي سؤال فمرحبا البنات بالاسئله ديالكم، اي موضوع بغيتوني نهضر لكم فيه في الخياطه فخليه لي في التعاليق. بسلام عليكم وتهلاو في راسكم.